شفتوا يا جماعة اللي حصل؟ تعالى كده شوف الفيديو ده معايا. اللي بتقول كلامي عاري من الحقائق وشكلي مش طبيعي. اكيد لازم يكون شكلي مش طبيعي. بقالي سنه كامله بتمارس عليا العنف الاسري، ما بعرفش انام الا بالنهار في وضوح النهار، يمكن اخطف لي ساعتين بس. مطالبه ان انا احمي اخواتي واحمي نفسي واشيل الدنيا فوق راسي واحاول اوصل. هو انا ليه بيحصل فيا كل ده؟ ليه بيحصل فيا كل ده؟ تعالوا نقولك بقى الحقيقه. مفيش اب هيعمل في بناته كده. لما كنت صغيرة احنا متربيين على كلمتين، نقول نعم وحاضر وبس. البنت اللي بتطلع كلمة عن بيتها بنت سافلة قليلة الأدب، ما تربيتش، عاقة، هتتحرق بالنار. الكلمة التالتة اللي بتتكلم على أبوها وتقول عنه أي كلمة وحشة هتبقى بنت الخسيس. ومين هتجوز بنت الخسيس؟ طيب عايزة حقيقي كمان. موضوع الفقر، انت ازاي صدقت موضوع الفقر؟ مثلا لما كنت طالبة في ثانوية ويجي يقول لي على دخلة الدراسة كده، على بداية الدراسة، اخوكي داخل مش عارف فين وفي المغترب وهجيب له فلوس وهودي له فلوس وهودي له اكل، اخواتك اللي داخله الاعداديه واللي داخله مش عارف مدرسه جديده ولا انتوا ستة، انا هعمل ايه؟ طيب في حين ان هما طول الوقت هو وهي ما بيقولوليش غير كلمه واحده: انت الليدر، انت راس القاطره، انت الليدر، انت راس القاطره. لو انت صح، لو انت يعني نجحتي كل اخواتك هينجحوا، لو انت فشلتي كل اخواتك هيفشلوا. انت اللي شايلاني انا وامك، انت اللي شايلاني انا وامك. ان هما طول الوقت بيلعبوا على الابتزاز النفسي، لدرجه ان انا وصل بيا الحاله ان انا ما ينفعش يبان قدام صحابي ان انا بعيط او ان انا جعانه او ان انا مثلا بروح الثانويه العامه ما باخدش دروس. صحابي يقولوا ما تاخديش دروس ليه؟ انا ما بحبش اروح الدروس اصلا، انا ما بحبش اتشتت بين المدرسين، انا هذاكر في البيت، معيش كتب خارجيه الا مادتين اتنين بس، ما باخدش دروس الا مادتين اتنين بس، وباقي المواد انا بذاكرهم لوحدي. ومع ذلك كنت عاملاها ان انا صدقت، يعني بطيب نفس بطيب نفس او هبل، سميها زي ما تسميها، هبل عقلي، ايا ما سميها زي ما تسميها. انتي بقى يا بتاعه الحقائق سميها زي ما تسميها. لا ابويا راجل فقير وانا لازم اقف في ظهره، انا البنت، ما احنا البنات لازم نبقى قصل واقفين جنب ابائنا بقى. لا خلاص يا ابويا انا مش هاخد دروس. ليه؟ انا ما بحبش الدروس عشان ما اجرحش مشاعره. انتي هبله والله العظيم، واقسم بعز الجلال الله هو ده اللي حصل. ويتجاب هو ويشهد ان انا ما عملتش كده ويحلف بقى. لا ما خدش ماشي. ومع ذلك عديت ال90، وتعالي اوريكي الشهاده. عديت ال90 من غير ولا كتب خارجيه، من غير ولا دروس، اللهم الا المراجعات النهائيه اللي قبل الامتحانات، عشان ربنا هو بيتولى الصالحين بقى. ما انا كنت مصدقه الكلام اللي بيقولوه لي، ان احنا لما بنكون مع ربنا، ربنا بيعمل لنا المعجزات، وانا ربنا عمل لي المعجزات في حياتي كلها. لكن الا الامر ده، وهيكون برضو بمعجزه، لان الناس دلوقتي مش مصدقه ان انا ابويا طاغيه بالفحش ده. احنا اللي سترناه، انا اسف، احنا اللي سترناه. وانا جايه هو بقول للمجتمع حقكم عليا، انا اللي جايه اكشف التستر ده. دي جريمه، انا كنت طفله، عقلي مش فيا، صدقت غسيل المخ اللي هم قالوه لي. ثانويه عامه باخدش دروس، عديت ال90، دخلت الكليه. طيب مفيش فلوس مواصلات، وتقعد تصوت، هي تقعد تصوت كل حياتنا معاها كلها بالسويت. عايز تاكل صوت عشان تقول له ان احنا هنموت من الجوع، مفيش اكل في البيت. عايز تروح الكليه، خلاص يا امي انا مش هروح انا الكليه، انا هروح يومين اتنين بس في الاسبوع، مش هروح. وزمايلي في الكليه يشهدوا، الدكاتره بتوعي يشهدوا، انا كنت بنت فاشله، انا كنت بنت متسيبه، يشهدوا. ومع ذلك كنت بمشي من الجيزه لميدان لبنان مشي. ليه؟ عشان معيش في جيبي غير 10 جنيه وقت الرجوع. معيش في جيبي غير 10 جنيه وقت الرجوع. ده سنه بقى كام؟ ده انا كنت في الكليه سنه 2016 و2017 و2018، ما كانش لسه فيه الغلا ده. كنت بمشي من الجيزه، جامعه القاهره في الجيزه، لميدان لبنان عشان اخد اتوبيس اكتوبر ب6 جنيه، هياخدني لحد اول الشارع اللي انا هدخل فيه، وامشي من الجيزه لميدان لبنان لحد ما جالي تمزق في الاربطه من وانا عندي 19 سنه. تمزق في الاربطه دلوقتي لحد يومنا هذا، اي مجهود زايد اربطه الركب بتاعتي بتروح، وزمايلي في الكليه يشهدوا. واربطه الكعب بتاع جسمي يتعمل لو اي مجهود قليل، زمايلي في الكليه يشهدوا. تقولي ده خالق عاري من الحقائق. انت عايزه تعرفي كل الحقائق؟ انت عايزاني افضح نفسي بكل التفاصيل عشان انت ترضي؟ انا اصلا مش مستنيه ان انت ترضي، انا مستنيه بس ان وزاره الداخليه هي اللي تتدخل. بس والله الكلمه بتاعتك دي ما مسامحاكي فيها، حتى لو قلتي لي اسفه. عارفه ليه؟
عشان انتي اسمك بيقول ان انتي مسلمة، وربنا قال اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. يا ستي انا لو فاسق تبيني بس، واستوثقي الاول ان انا كنت فاسق ولا لا. حسبي الله ونعم الوكيل في المجتمع، والله حسبي الله ونعم الوكيل في المجتمع. هقول ايه؟ نكملك. ثانويه مفيش دروس واجيب فوق ال90، كليه مفيش فلوس للمواصلات واروح رغم ان هيجيلي تمزق في الاربطه، اي حد اتخطبت لواحد مجنون، رفضت، قلت لهم انا عايزه باليسر كده، انا مش عايزه الموضوع ده. ليه؟ معلش نهاية اخلاق، وانا مش هو شخص ان شاء الله هيفيد حد تاني، لكن هو ما يناسبنيش. لا تروح الاخصائيه وتروح مش عارف مستشارين اسريين. طب ماشي نروح. ده واحد انا وانا لسه مخطوبه له، انا مش شايفه نفسي، مش سامعه نفسي، يقول لي الكلام، يقول لي لا انا ما قلتش الكلام ده ايه ده بقى الجنان ده بقى؟ وبشهاده الاستشاريين الاسريين، لا ده واحد ده هيخليكي تعدي صوابعك لا هو ده اللي لازم تتجوزيه، وتروحي انتي تتعلمي ازاي تتعاملي مع شخصيه زيه. لا خلاص انا مش عايزه، ما قبلش لما وداني عند استشاري واثنين وثلاثه، ليه؟ عشان اتوصم ان انا اللي معقده. وبعدين امه تيجي بعد 4 سنين تقول رماني انا واخواته البنات في الشارع، وبنتك هي اللي كانت صح. مين بقى يصدق؟ مين بقى يسمع؟ وربنا ينتقم منه ومن اهله اللي ما فضحوش من اول يوم. يلا بقى، هي دي الحقيقه اللي انت عايزه تعرفيها عن حياتي؟ يلا يا ستي، هي دي الحقيقه. اب ما بيصرفش، اب متهرب، اب بيشحت على عياله، وعياله ما كانوش يدروا، مصدقين ان هو واحد يا دوبك سواق بسيط. فين لما عرفت وعيت وكبرت وقف كل الكلام ده؟ وقف كل الكلام لما اتخرجت، لسه ما كملتش 23 سنه. تعالي شوفي البطاقه بتاعتنا، واحد متهرب اصلا من الدوله ما بيحطش العنوان الحقيقي بتاعه. ليه ما بيحطش العنوان الحقيقي بتاعه؟ ليه؟ تعالي شوفي البطاقه بتاعتنا، اي ورقه تخصنا لازم ياخدها هو بنفسه ويروح يعملها. ليه؟ ما بتسيبنيش انا اعمل ورقي؟ ليه ما بتسيبنيش امسك ورقي انا؟ ليه؟ كل الورق بتاعنا معاه، البطاقه هو اللي بيروح يملى الاستماره ليه؟ عشان يكتب مكان غلط. الشكوى كانت مجرد شكوى بسيطه، ولا كانت قادر اي حاجه. طب احنا لو متنا في الطريق هيحصل لنا ايه؟ هيجوا على الرقم اللي في البطاقه هيلاقوا ان العماره غلط، هنعمل ايه؟ روح انت بس وتوكلي على الله. هي دي الحقيقه اللي انت عايزه تعرفيها؟ عايزه تعرفي ايه تاني؟ انت مين انت وعايزه تعرفي ايه تاني؟ الله يخرب بيت المجتمع ده. والله 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 اللي يعرفني وما يتكلم في الموضوع ده ويساعدني ويبرأ ذمتي لازم ما يكونش طبيعيه. بنامش انا ما بنامش، ربنا ينتقم منكم. انا ما بنامش. انا لو في مجتمع فيه ذكوره، لو في مجتمع فيه ناس بتحق الحق، والله ما كان ده هيبقى حالي. وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اللي قلتي عاري من الحقائق. تعرفي تتكلمي انت قوي عربي صح مش كده؟ عليكي من الله ما تستحقي والله.